انت بتصحى الصبح حافظ على الصلوات بتاعتك. لازما بص اقول لك على حاجه، الانسان من غير ما يبقى فيه جانب روحاني اللي هو يبقى قريب من ربنا هيبقى ضعيف. بص صيده سهله للشيطان. لما سيدنا موسى كان خلاص هيقتلوه، فواحد كده من القوم يقول له احنا لمدركون، احنا خلاص احنا ميتين. قال له بقى بص شوف بقى قوه الايمان. قال له كلا ان معي ربي سيهدين، انا معايا ربنا. فانت ما تفكرش ان انت سعيك واجتهادك لوحده، لا يا حبيبي، انت سعيك واجتهادك ده زيرو، ملوش لازمه بدون توفيق ربنا. تخيل كده انت معاك 5 اصفار، بس ال5 اصفار دولت على ايدك الشمال ملهمش لازمه. الواحد بقى اللي هيتحط لك هنا ده توفيق ربنا. فلازم تكون قريب من ربنا. ده بعيدا عن ثانويه عامه، احنا بنتكلم ثانويه عامه او غير ثانويه عامه. حافظ كده على صلواتك، حافظ على الدروس بتاعتك، ما تعصيش ربنا. ربنا يعني ايه؟ هو ربنا رحيم وبيدي للكل، بس ايه؟ هيبقى شكلك وحش قوي في الاخر قدام ربنا، وهو بيدي لك، عاطلك صحه، عاطلك فلوس، عاطلك علم، عاطلك انت القعده بتاعتك دي مصروف عليها كتير من ابوك، عاطلك كل حاجه، وانت في الاخر بتعصي.